وانت بتلعب النادي الاهلي، نادي محترم ونادي كبير، وبقول من فضل ربنا الحمد لله. تصريح خطير من علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا يفاجئ النادي الاهلي بعد فوزه على سيراميكا، ويصفع صحفي زملكاوي يتطاول على النادي الاهلي ويسخر من الزمالك وبيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل ان نبدا، لو انت محب وداعم للنادي الاهلي فيرجع الاعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا ان تعطوا فمكم بذكر الله والصلاه والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا يرفع الاهلي رصيده إلى 52 نقطة، ويتبقى للنادي الأهلي أن يفوز في المباراتين القادمتين ويحسم الدوري رسميا لصالحه. من ناحية أخرى، صرح مدرب سيراميكا كليوباترا علي ماهر وأدلى بتصريحات مباشرة بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن مباراتنا ستكون صعبة للغاية أمام النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي يعيش أجمل فتراته الكروية هذا الموسم مع المدرب عماد النحاس الذي يلعب كرة هجومية، ولكن نحن نجحنا إلى حد ما في وقف خطورة مهاجمين النادي الأهلي. ونلاحظ في المباريات الماضية للنادي الأهلي أنه كان بيكسب بسكور كبير بالثلاثة والأربعة والخمسة. وسأله صحفي زملكاوي وقال له: لماذا نراك دائما تلعب أمام الزمالك بندية كبيرة وبحماس كبير وكأنك بتلعب على بطولة الدوري، ولكن عندما تواجه النادي الأهلي لا تلعب بنفس الحماس الذي تواجه به الزمالك؟ فرد وقال: أنت الآن تتهمني علانية بالتفويت لصالح النادي الأهلي والتلاعب، وأنا لا أقبل هذا الاتهام جملة وتفصيلا، فأنا دائما أسمع هذه الاتهامات من جماهير الزمالك والصحفيين، ولكن النادي الأهلي لا يحتاج إلى التفويت أو التلاعب أو نلعب لصالحه، فدائما النادي الأهلي يحقق الفوز بعرق لاعبيه ومدربيه، ونحن كأبناء النادي الأهلي تربينا على ذلك، ودائما نلعب أمام النادي الأهلي بكل حماس، واللعب على الفوز دائما ضد النادي الأهلي، ولكن الفروقات شاسعة بين لاعبينا ولاعبي النادي الأهلي. ونلاحظ أن النادي الأهلي أصبح قريبا جدا من التتويج بالدوري، وهو أفضل فريق في مصر حاليا، فالكل كان يتوقع أن بيراميدز هو من سيحسم لقب الدوري، وشاهدناه في آخر مباراتين انهزم أمام فاركو والبنك الأهلي، بعكس النادي الأهلي الذي انطلق بسرعة الصاروخ من أجل التتويج بالدوري المصري كعادته. فأين الزمالك وبيراميدز الآن من التتويج بالدوري؟ فهم الآن أصبحوا يرمون الاتهامات على النادي الأهلي علانية بعدما أحسوا أن الأهلي اقترب من التتويج بالدوري وأصبحوا بعيدين عن الصدارة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.